السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا انا هقول لكم مساء الخير علشان انتوا طبعا بتشوفوني بالليل، والفيديو بتاعي بيبقى انا بادئه من اول النهار. عندي النهارده روتين جامد جدا 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 جدا، واللي مش هيشوفه هيبقى خسران وهيفوتوا حاجات كتير قوي قوي قوي. عندي روتين حلو هخلص فيه حاجات كتير قوي عشان ان شاء الله مسافرة يومين كده. وقبل ما اسافر طبعا لازم بشيل الشقة كلها واعملها كده من جديد، واحس ان انا عامله كل حاجه. وما عنديش اي حاجه ومش سايبه اي حاجه في الشقه عايزه تتعمل الا وانا عملتها، علشان طبعا النظريه الوحشه قوي قوي بتاعتنا ان احنا بنخاف ان احنا نخرج وما نرجعش بيتنا تاني. ربنا ان شاء الله يرجعني بالسلامه وبالف سلامه. المهم، عايزه اقول لكم ان انا ببدا الفطار بتاعي دلوقتي. هقول لكم بقى الكورن فليكس بتاعي. عايزه اقول لكم ان انا قلت الحمايه، بس والله العظيم قلت له انا نفسي في الرقاق الناشف ده قوي، وما اعرفش جابهولي من فين يعني. بس والله جاب لي كميه حلوه، وكنت ببعت له الشكر كده وقلب لانه فعلا كان نفسي فيه، ومعرفش والله حتى ما سالتوش جبته منين. اخدته بقى ورحت عملت بقى شاي بلبن، وقلت ان انا اروق على حالي انا والبنات. بنحبه كده، احنا بنحبه بقى. يعني اللبن يبقى اكتر، لا الشاي يبقى اكتر من اللبن. فطرنا بقى والحمد لله، وكله بقى تمام التمام. دخلت بقى ان انا ايه، بعد الفطار كده بربع ساعه بالظبط دخلت اعمل لي كوبايه قهوه علشان اصحصح من اول اليوم واكمل الروتين بتاعي، لان فعلا يعني عملت كذا حاجة في اليوم ده، وعملت أكتر من أي حاجة، عملت أكتر من حاجة. فكان لازم أبقى مصحصحة ومفوقة، علشان إيه بقى أقدر إن أنا أكمل اليوم. عملت لي فنجان قهوة كده، تمام. وقعدت ان انا ايه اشربه، وقلت البنات لازم تساعدوني وتساعدوا ماما، وبما انك يا هند اخدت الاجازه فانت لازم تساعديني، والحاجات الخفيفه اللي تقدري تعمليها انتوا ايه اعملوها. ودايما انا كده اصلا بشاركهم، لانهم هم يعني سنهم صغير بس يقدروا يعملوا حاجات كتير. يعني انت لو بنتك او ابنك سنهم مثلا، انا عندي هند 7 سنين ما شاء الله اللهم بارك، وعندي تيا 4 سنين. ف المفروض ان ايه، يعملوا لي اي حاجه. بصي ان شاء الله، بصي بيحطوا لي الغسيل جوه الغساله، بيناولوني الغسيل علشان انشره. ممكن هندا بتكنس السلم، ممكن بتلملمني الحاجات، ممكن لو في مثلا حاجات مش في مكانها ترجعها في مكانها، ممكن وهكذا. الحاجات اللي هي بتبقى متناول ايديها وسنها، علشان ايه، علشان ما بقاش ان انا تقلت عليها، وفي نفس الوقت لا ما تبقاش قاعده كده وماما بتشتغل وهما مش عارفين يعني ايه شغل ويعني ايه تعب بقى وفرهضه وكده. فلازم ان هما بيشاركوكي، وعلشان كمان يعني فاهمين انتوا بيبقوا بيشاركوا، وده وقتهم بيبقى مستغل. لان اصلا انا هند ابتدت تقول لي انا زهقانه وان انا مش عارف ايه وبتاع، فعايزه تجدد وعايزه فبقول لها بصي مفيش احلى من شغل البيت، اشتغلي معايا في البيت وكده. لانه طبعا فتره الصبح ده هي فعلا ما بتبقاش عندها اي حاجه، وانا بحبهمش يقعدوا قدام التلفزيون طول النهار او في الصبح، او مثلا ماسكين الموبايلات على طول. فلا انا اشاركهم اعمال يوميه، وبعد بعد الظهر وكده طبعا هتبقى بقى هتبدا هي اللي هتبدا السباحه. فالمفروض ان هي ايه، مش هيبقى عندها اي وقت، فاهمين؟ فالتمرينات هتاخد يعني اغلب وقتها، لكن في فترة الصبح بقى هي تتعلم معايا ترتب تنظم وهكذا. وتيا كمان بتزيد في الزيطة، وممكن تعمل لها اي حاجة كده وترتب برضو معايا. رتبت الركنة وفرشتها كده حلوة، فرشتها دي نفضتها بالفرشة. اسهل حاجة، وبتطلع التراب الناعم، وبتخلي لي بصي بتخلي لي الكراسي والركنة فل الشمعة منورة. بحبها قوي الفرشة دي، وبتدخل كده في الزوايا وفي الاركان، ويعني احلى من ان انا بنفضها. انا ما بستغناش عن التنفيذ صراحه يعني، بس برضو الفرشه دي بحبها قوي قوي. هنا بقى هندا ابتدت ان هي بتلمع لي الترابيزه، تمام، شايلت كل حاجه على الترابيزه وبتلمعها. وتيه مستنيه دورها، قعدت تعيط وتقول لي وانا عايزه المع. هم خلي بالكم مبسوطين قوي مبسوطين بس بالبخاخه. بص هندا بتعمل ايه، والله انا مش شفتها. بصوا بتعمل لكم قلب وباي باي. هندة من النوع العيل الخفيف اللي بيحب يشتغل وبتحب تعمل حاجات وبتحب ترتب. يا ما شاء الله طالعة زي مامتها. فما بستغل النقطة دي فيها قوي.
تيا بقى ما بتحبش تشتغل، ما بتحبش تعمل حاجة، بس هي بتعند وخلاص. يعني لو شافت هندة بتعمل حاجة فانا ليه ما اعملش زيها، برضو زي مامتها في العند وكده ونشوفية الدماغ. فالاتنين ما شاء الله واخدين مني صفات الحلوة يعني. فهنا تيا بقى شلت لها الحاجات علشان ما تقعش تتكسر منها، وهي برضو بتمسح كده، وانا بقول لها هنا ما فيش الا الحتة دي اللي انت بتمسحيها، يعني فين بقت الترابيزة كلها اهي. فهي بتضحك، هي بالنسبة لها كده ان هي عملت زي هاندا يبقى كده تمام. ويا ريت صراحة يعني يبقى عندهم كله في شغل البيت، يعني عنده دي تقول اعمل كذا فانا دي تعمل زيها وهكذا. المهم خلصنا بقى ورتبنا كده الريسبشن كويس، وشلت السجادة بس بعد ما كنستها بالمكنسة العادية الخشنة شوية، علشان لو في اي حاجة لازقة في السجادة بتتشيل. تمام. طلعت بقى على البلكونه، عايزه اقول لكم النجيله كانت عباره عن طينه، والله العظيم انا ما غسلتهاش من قبل رمضان، من ساعه الروتين اللي هو قبل رمضان ما غسلتهاش. بصوا مجرد ما حطيتها اصلا الميه بقت طينه، بس والله يعني بتنضف وبتبقى فله شويه ميه والصابون المواعين مثلا وتمام يعني تمام. بتبقى فله وشمعة منوره، وايه بقى بصفيها وبتبقى نشفت وبفرشها على طول. يعني هي من النوع اللي ايه، عايزه اقول لكم ما بتشيلش ميه وما بتشيلش يعني آم، ما بتبقاش مبلوله كده وشايله ميه، هي مجرد ما اتصفت انا مش عارفه الصراحه، يعني هي لما نوعها بلاستيك ولا ايه مش عارفه، هي مجرد كده خلاص انت بتفرشيها على طول، مش بتبقي محتاجه اصلا ان انت تنشريها. وخصوصا ان هي في بلكونه فهي خلاص شويه الهوا هينشفوها خلاص تمام التمام. جبت بقى الزعافه وزعفت السقف، لان كان في كذا حاجه كده انا شايفاها. فايه زعفت السقف وتمام بتاع الصاله الصغيره. وبعدين جيت هنا بقى على البلكونه، قلت ان انا امسحها كويس عشان بقالي كتير فعلا ما مسحتهاش مسحه نظيفه. شويه بريل وشويه ميه وبقماشه بقى، بس قماشه تكون كبيره شويه، ويعني بصي تمليها ميه وكانك بتغسليها تمام. وبتغسليها بقى كويس، بس بدل ما انت يعني بترشرشي ميه كتير، هي بتبقى ميه كتير بس مش كتير قوي، فاهمين ملحوقه ان انت ايه، علشان بس ما تعمليش الدنيا حواليكي. بس بقى وعملتها بالمساحه بتاعت الازاز، وشلت كل حاجه وبقيت بص هتنطق من كتر، خصوصا ان انا كمان بحط لها معطر، فطول ما انا شغاله بالحاجات دي بتدي روايح ممتازه للشقه. المعطر المركز العادي بيتباع، معطر سجاد بقى ملابس معطر جو مركز، اللي عندك وما توقفيش حالك ابدا. بتحطي لازم معطر مع الحاجات اللي هي بتاعت التلميع. ليه بقى؟ لان انتي مع كل كده بتلمعي حاجه بتلاقي ريحتها بقى بتطلع. انا والله حرفيا ممكن شقتي بعد تنظيفه زي كده بتقعد يومين تلاتة ريحتها حلوه جدا، او يومين مثلا، يعني عشان مبقاش مبالغه تبقى ريحتها حلوة جدا جدا. والمشكلة ان انا بتخنق قوي لما بطبخ بقى في المطبخ، وانا المطبخ بتاعي مفتوح على الصالة، فبتطلع روايح الاكل مع روايح المعطر. انا يعني بقول لجوزي بحس ان انا قاعدة في مطعم. في انتوا المطاعم لما بتبقي رايحة مثلا تتغدي او تتعشي في مكان، وتلاقي هما حاطين بقى معطرات كتير وفي نفس الوقت ريحة الاكل وطشة الملوخية وبتاع، وتحس نفسك انت قاعدة في مطعم. انا بالظبط كده. فانا عايزه افكر اصلا اعمل ايه، من زمان عماله افكر ازاي اقفل الفتحه دي. أو مش هقفلها قفل نهائي، لا حاجه تكون عمليه تتقفل تتفتح، وحاجات كده ستاره مثلا، او مش عارفه لسه ما فكرتش ولسه ما قررتش. بس ان شاء الله الفيديوهات الجايه هتبقى فيها تجديدات وحاجات حلوه باذن الله على قد ما اقدر. تمام. المهم ان انا هنا خدت كمان الشجره دي، قلت ان انا اغسلها تمام، علشان برضو دي ما غسلتهاش بقى ولا مره من ساعه ما اشتريتها تقريبا، ما غسلتهاش ولا مره. قلت اخلص عليها وكده واغسلها كويس بالمره. بصوا انا هنا النجيله كانت اتصفت كويس، ورحت بقى ايه قعدت ان انا اصب عليها شويه ميه علشان ايه تتشطف كويس. تمام. اهو ميه بيضه كده خليتها فله، خليتها هتنطق وتقولي خلاص مش قادره انا نظيفه زياده عن اللزوم. هنا بقى حطيت الشجره في الفتحه بتاعه البانيو، وايه وقفتها. بصوا بقى يعني دماغ شغاله مش بتنام يا جماعه. وكانها بقى واقفه ما عذبتنيش بقى. وبعدين شويه ميه برضو برغوه كده، ورحت ايه غسلتها كويس جدا، وابتديت ان انا اشطفها بالدش. تمام.
شطفتها كويس جدا وسبتها تتصفى، وهي التانية برضو اي بلاستيكات ما بتاخدش وقت في يعني خلاص صفيتها، ومجرد ما فتحت عليه شفاط الحمام خلاص هي كانت نشفت اصلا، فاهمين؟ مجرد مثلا بتروحي تخلصي اللي عندك وتقفلي او تفرشي او كده بتكون الحاجة نشفت عندك اهو. تمام. هنا بقى كنت مسحت الصالة كويس، الريسبشن تمام برضو بمعطر والكولوريكس الجل وشوية من صابون المواعين والمية المغلية او المية السخنة. تمام. هنا الشجرة كانت زي الفل، ركبتها وثبتها كويس. تمام. واخدتها بقى وحطيتها بصوا عايزة كنت اجيب لها او ممكن اشتري شجرة تانية تكون اصغر من دي، البوت بتاعها يكون اصغر من دي، لان المسافة بين العمود وبين الركنة حاجة قليلة. تمام. ف يعني عايزة ان انا اشتري حاجة اصغر من كده، ودي ممكن ارجعها مكانها. تمام. قفلت بقى الدنيا وكنت خلصت كده، والشقة بقت زي الفل بقى خلاص كده. تمام. ورشيت بقى المعطر بتاعي، ده معطر الجو بتاع فريدة، ده بصوا ما بستغناش عنه. ريحة ايه؟ ريحة الخوخ، وبحب التوت، وبحب ايه تاني؟ خوخ وتوت. دايما انا بحب ريحة الفواكه معرفش ليه. المهم قعدت بقى ايه ارشرش كده على الشجرة علشان تبقى وهي نظيفة كده حلوة. وكمان ولعت لي كده فحماية صغنونة قوي وحطيت لها بخور. وقفلت بقى قفلت الدنيا كده وتمام التمام وكده، انا كنت خلصت تمام وزي الفل. رجعت بقى جبت النجيلة، كانت اتصفت كويس خالص، وبعدين فرشتها بقى في البلكونة. بصوا خضرها بقى بيبقى خضار غير عادي، غير لما بتنفضيها من التراب، وغير لما بتلمعي، غير اي حاجة. يعني بتبقى جميلة بسم الله ما شاء الله، بتبقى جميلة قوي قوي قوي، بتدي روح للمكان. عايزة اقول لكم ان انا قريب هعمل تعديلات حلوة قوي قوي في البلكونة باذن الله، عشان استقبل الصيف كده بنفسية حلوة. تمام. دخلت على المطبخ، كان في مواعين في الحوض غسلتها وخلصت عليها كلها. تمام. علشان كان بقيلي بس تجهيز الغدا، علشان كنت هعمل النهارده محشي. تمام. وهعمل ان شاء الله بطايه على المحشي، وكنت بصوا مشتاقه، عايزه وقت الظهر يجي بسرعه عشان نتغدى بقى. آه غسلت المواعين. تمام. ورحت غسلت بقى الحوض كويس جدا. ما تنسيش بعد كل مواعين مثلا بصوا كل يومين 3 اغسلي الحوض بتاعك علشان ما يتراكمش عليه اي ترسبات وحاجات، وتحافظي عليه جديد كده وبيلمع ويبقى ايه، يبقى حلو كده. كل ما تبصي له كل ما نفسك تتفتح على المواعين، وده مش هيحصل اصلا. والله العظيم انا يعني قريت كده نصيحة حلوة قوي على الفيسبوك، واحدة بتقول نصيحة للبنات اللي هتتجوز جديد: بلاش حوض في المطبخ. انا قريتها اللي هو في الاخر افتكرت ان والله بلاش حط في المطبخ، لان فعلا المواعين ما بتخلصش. هنا بقى حطيت بقى شباشب البنات تتغسل. هنا الشباشب دي ما فيهاش الا ايه ترابه بسيطه، علشان هم يعني بيمشوا بيها في الشقه وكده، بس قلت ان انا اشطفها لهم كده بسرعه. تمام. علشان تبقى نظيفه. وخصوصا ان هم قعدوا معايا بيعملوا كذا حاجه فاتطربت ولمت تراب يعني. في حين كانت بقى ايه الغسالة كانت خلصت بقى. واحلى حاجة تعمليها وانت شغالة في حاجة تانية، ان انت تشغلي حاجة انت مش بتقفي لها. معنى الكلام ده ان انت تشغلي الغسالة. تمام. وهي بتغسل بقى مع نفسها، فاهمين؟ يعني مش تبقي تخلصي وبعدين تبدأي ان انت تحطي الغسيل في الغسالة، طب ما انت كده عمرك ما هتخلصيه. لا انا بقى بشتغل، واول ما الغسالة تخلص بخرج الهدوم، وبحط كمان شوية كمان علشان اخلص شوية كمان، وهكذا. فاهمين؟ ما بكسلش. تيجي بعد كده تكوني خلصتي الشقة كلها، يكون كل الغسيل اللي عندك ما شاء الله اللهم بارك اتغسل ويقف بس على النشير، ودي حاجة بتبقى بقى مش صعبة لو انتي بس شجعتي نفسك وايديكي اخدت ان انتي تنشري اول باول وتطبقي الغسيل اول باول. وانا بقولك النصيحة دي بتنفعني في اوقات كتير. مش بعملها معظم الوقت، بس بصراحة لما بعملها بتكون بالنسبة لي مريحة قوي قوي. دخلت بقى على المطبخ وهبدأ اعمل المحشي. انا هعمله هنا ني في ني كله. تمام. خفيف وحلو وسريع. حطيت 3 بصلات كبار. تمام. وخلطتهم كده فرمتهم فرم ناعم، وبعدين حطيت ربطة من الخضرة المشكلة، بقدونس على شبت على كزبرة، ما بعرفهمش من بعض فحطهم كلهم. وحطيت التوابل مرقة وكزبرة وكمون وملح وفلفل، كل التوابل الحلوة بتاعت المحشي دي اللي انت عارفاها.
تحطيها وتخلطيها بقى، ويا سلام لو شوية زيت علشان يخلوا الرز مفرفر كده جوه المحشية ويخلوها حلوة كده. تمام، وما يخلوش الرز معجن وملزق في بعضه. تمام، هتخلطيهم كويس جدا اهو زي ما انت شايفه كده. فرمتهم فرم ناعم، وبعدين هتنزلي بالطماطم بقى تبقى معصوره. بس انا هنا ايه يعني اديتهم تقليبه في الخلاط علشان يندمجوا كويس. تمام، وكنت طبعا غاسله الرز وسايباه يتصفى تماما تماما. وبعدين بنزل عليه بقى بالخلطة الجبارة بتاعتك دي. خلي بالكوا احنا بنعمل المحشي الممبار بالطريقة دي. الممبار الوحيد اللي بنعمله ني في ني، لكن اوقات بعمل عادي ني في ني، محشي فلفل، كوسة، بتنجان، ورق عنب، الكرنب، بس مش اغلب الوقت. تمام، بس انا يعني ايه الجو حر ومش مستحمل تسبيكه ومش مستحمل حاجات كده. ونسيت اقول لكم ان في فصين توم مفرومين حطيتهم برضو مع البصل عشان بس ما انساش، لانه مهم بالنسبه لي. انا النهارده هعمل فلفل، والحقيقه ان الفلفل هو اسهل حاجه انا بحبها. بحبش اللف يا جماعه، ما بحبش اللف ابدا. يعني اللف ده مش طريقي، مش سكتي اصلا. بحب الحاجه السهله السالكه معايا دغري تمام التمام. حتى في الحاجات يعني الشخصيه وكده احب الحاجه السالكه. فبالنسبه لي الفلفل ده لا تمام التمام. قورت الفلفل بقى تمام، وشلت راس. حتى بصوا، انا كل ما افتكر ماما قالت لي اعملي كذا عشان يعني فتحة الفلفل ما تبقاش كبيرة، لا انا خلاص انا يعني رجعت وايه عملته الطريقة اللي انا بعملها. بصوا بقوره زي الباميه والفتحه بتطلع على طول. لكن الطريقه اللي ماما كانت بتقولها لي كان بيفتح الفلفل معايا خالص، وكان مش عارفه كان بيبوظ مني. هنا بقى البطايه دي ماما بعتتها لي، ربنا يا رب يديها الصحه وطولة العمر. هي بعتتها لي على اساس ان انا اعملها صحيه كده، بس انا قطعتها بقى. قطعتها لان يعني مش عارفه انا بحب البطه تبقى ليها شوربه وكده. وماما على اساس ان انا ممكن اعملها زي ما هي كده مشويه في الفرن وحاجات كده. فالمهم انا قطعتها، وهي الصراحه كانت بعتلي بطه متكلفه يعني حلوه بسم الله ما شاء الله. اكتر حاجه يعني بحبها ان ماما بتبعت لي دايما، يعني ما شاء الله، يا بتبعت لي حمام وهي بتبعت لي البط ده دايما. علشان هي غاويه الحاجات دي وبتربيها في البيت، فبتحب ان هي تبعت لي كده. يعني بصوا كل فتره كده الاقيها بعتلي بسم الله ما شاء الله نعمل اكله حلوه. حطيتها بقى شوحتها في مكعب زبده، وحطيت بقى لورا وحبهان وليمون وكرفس وجزر وبصل. تمام، ومعلقه فلفل اسود، وبعدين ميه مغليه والطماطمايه. بصوا عايزه اقول لكم ريحه الشوربه دي تجيب اخر الشارع، مش هتجيب بس العمر، لا هتجيب لك اخر الشارع. تمام، سبتهم بقى تستوي بقى على مهلها خالص خالص، لان البط انتوا عارفين بياخد سوا، بس هي بصراحه يعني كان سنها صغير فما اخدتش وقت كتير. ابتديت بقى نحشي الفلفل. تمام اهو، وحطيته كده في حاجه من بره، لان انا ايه كنت عايزه الاول البط يستوي علشان هرسته في طاجن، وبعدين ارست الفلفل فوقيه. فاهمين انتوا النظريه دي؟ بحب قوي اعمل كده. وبسقيه برضو بالشوربة بتاعة البط، بس ايه يعني برضو البطة بتاخد من الفلفل والفلفل بياخد من البطة وبتستوي اكتر. بس خلوا بالكم انا بسويها بخاف ان هي ما تستويش. يعني مثلا مش بسويها نص سوا واحطها في الطاجن، لا انا بسويها سوا كامل، ولو اخدت تسوية اكتر من كده بيبقى خير وبركة. ده بالنسبة للفلفل، يعني سهل في تقويره، وسهل في الحشو بتاعه، بصراحة سهل في كل حاجة. هنا بقى مرت ساعة وربع مثلا او ساعة ونص على البطة، وبصوا بقت عايزة اقول لكم شوية كهرمان. ده كهرمان، دي مش شوربة ابدا. جبت الطاجن وابتديت ان انا رصرص فيه بقى ايه البط، وطلعتها كده خرجتها ورصيت كويس جدا علشان بقى ايه ارص الفلفل. والفلفل بطبيعته ما بياخدش يعني بياخدش سوا. هو لو هياخد سوا بس عشان الرز كله ني في ني، فممكن ياخد سوا علشان الرز. لكن هو الفلفل والكوسة عموما ما تسيبهمش يتهروا، علشان لو تسابوا يتهروا فمش هتعرفي تخرجيهم من مكانهم، وفي نفس الوقت مش هتعرفي اصلا تمسكي الفلفلاية علشان تاكليها. حلو الكلام. رصيت بقى الطاجن بتاعي، وجيت بقى جبت الفلفل ورصيته كله زي ما انتوا شايفين. عايزه اقول لكم ان انا عملت كل ده كله
وكان باقي على الغدا مثلا ساعتين او على الظهر ساعتين، فاضطريت ان انا اقفل الفيديو على كده. وان شاء الله اسيبكم في رعاية الله وتسووهم بقى بالشوربة. تمام، بس انا يعني استنيت شوية علشان ايه، كان لسه بدري وما بحب الاكل سخن وطازة عموما. فهتسقسقيها بالشوربة تمام، وتحطيها بقى بورقة فويل وفي الفرن، وهتاكلي احلى طاجن فلفل ني في ني محشي مع بط مع فراخ مع لحمة بدون اي حاجة. هيبقى حلو برضو قوي قوي. ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. تصبحوا على الف خير. باي باي.